الأعضاء يفضل سنة الأعضاء سلبات الأدوار يفضل رأي عندنا السادة الأعضاء سادات الأدوار اللي معاهم طلبات يفضلوا. احنا قاعدين نخلص طلبات الناس ومش فاضيين لقلة الأدب المختلط السفلات، بس هم المرة دي طلعوا صح. أنا فعلا كنت بخلي الحلقة ومنعت من الدخول. أنا هكشفكم قدام مصر كلها يلي نبيب بيمولكم وعتال وأحمد سلمان ولو عباس وهاني شكري. أوري مصر كلها إنكم عيال كدابة وعيال أفاقة وعيال أبيضة. أنا بقى بربيكم. أنا كنت بخلي الضيف على الجنب ومنعته من الدخول. خلاص ما اسمعش صوتكم كده. نعمل كده. اتفضل. ده مين يا ده مين؟ خالد لطيف بالجزم. ادي خالد لطيف اللي انا منعه لسه صاحب النوم. هو اي والله مش عارف على ايه، يعني قالوا لي الحق منعت ايه؟ ما بيستحملش. قال لي انا هستحمل الاول وبرفع واخد شاور. قلت له ده مفيش عيد. ده خالد لطيف. نزلته تليفونات اعضاء مجلس الاداره ونزلته شتيمه الاول. يا ابن الاصول يا ابن الاكابر يلا الكرامه هتستقيم. لما استجابوش للهوهاء بتاعتكم اتشتموا بالليل. كل عيل قال لي ادبه بالجزمه، كل عيل نزل تليفون عضو مجلس اداره بالجزمه. بالايه بالجزمه؟ بالجزمه. لا انت كداب يا مصطفى؟ هتقول لي بقى مختلط مش عارف ايه زموره الصفحات الوسخه اللي بتقبض دي. ادي خالد لطيف بعد ما كان العنقه وريني. صح هنا وهنا. طب لا انا ضارب ما حدش كده. صح هنا وهنا مش فاهم في ايه. معقول اللي بتعملوه ده في ناديكم؟ ده مش ناديكم. انتوا كلاب خدامين للفلوس. خدم خالد لطيف ليه؟ هو ده اللي زاد ليه يعني؟ ايه السبب؟ اذا كان ما اتخانقتش مع اللي عمل بطل ومشي. انتوا بتحبوا الزمالك؟ وبعد عايز اقول لكم حاجه، اقسم بالله العظيم اقسم بالله العظيم اقسم بالله العظيم لو انا مفيش حكم بعزلي كنت استقلت عشان مش طايق. انما استقيل انا معزول. ده انا السنه دي كلها قضيتها في وادي النطرون، في المحاكم، في العزل، في التجميد، في قضايا الخطيب، في قله الادب والسفالات، في حجز ممدوح عباس اللي بيمولكم، حسين لبيب اللي مش هسيبك انت ولجانك. وبعت لك رساله من شويه لم نفسك ما عنديش الا الجزمه. وادينا اهو شفنا اللي هيقول لنا بعد كده بليل هنقول له بح على طول. هتقول لي بليل هقول لك بح. يا عم بتاع. بعدين الناس كانوا فاكريني بكذب. ده الراجل طلع وبنفس القريه. هو في حد بيعمل سحر هيقول انا بعمل سحر؟ هو سيد عبد الحفيظ ما طلعش ليه نفسه؟ ماشي ليه؟ حد يقول لي مش المفروض يطلعين في هو؟ خدوا بقى المفروض. ده 24 صراحه محمود المملوك ده معاه مجموعه شباب 24 ساعه. عملوا حوار مع عادل سالم اللي بلغ عن ابقى بحر. تمام؟ عملوا معاه قال له ما كنت بخدم الزمالك كنت مربي رئيس ابن عم بحه. عملوا معاه حوار قال لهم ده الواد ده ابوه كان مات وراح نام في التراب طلع راكبه جن
وهو اللي قال لنا امام عاشور هيمشي من السنه اللي فاتت، هيروح الاهلي والزمالك هيتغلب 4 واللي هيجيب جوان كذا. نعم. لسه حد بيتريق؟ مبروك يا خالد انك دخلت النادي. وكان عندي حلقه بالليل كمان، يعني الاثنين، يعني انا النهارده طالع النهارده. انا لا عايز اقول لك حاجه. طب ازاي يعني؟ لا عايز اقول لك حاجه. والله انا كنت بفكر طب اعتذر بدل ما امنعك واديك علقه، طب اشيل يافطتك لسه متعلقه يعني. اديك الاعلان صورها يا ابني، صورها. طب سفاله جزمتي فوقكم كلكم وتعبكم. عندي مجلس اداره محترم، كله محترم، ما عنديش مشكله مع حد. سليمان وهدان كان في المقصوره، حاولت. اما انت يالا انقذوا الزمالك يا عم، انقذ نفسك على القفا. خدت على قفاك يالا. الزمالك بيضيع، الزمالك بينهار. عارف مكرم كان عايش، كان ضربك بالجزمه. ده الغل واكل قلبك وانا قاعد على قلبك. النادي اللي دخله ملايين دلوقتي 12 يوم دخل 80 مليون جنيه، اتفضل ادخله. وانت عندك مليارات، ما تتبرع عشان كده ما يتوقفش بتاع شيكابالا اللي ممدوعه. بس انت فاكر انت لما جبت من مطعمك اكل ممدوع بس في الانتخابات؟ ها؟ اسمع صوتك تاني يالا. الاسد اسد واقف اهو، واللي هيقول لكم تاني بليله قولوا له بحه. وبحه طلع حقيقي مش واحد. مظبوط كده؟ خالد عايز تقول حاجه للجمهور؟ النهارده هقول حاجات كتيره في البرنامج، انا يعني هقولها مش انضربت برضه في البرنامج. لا هقولها عشان يعني رسائل كتيره جدا. انا مش يعني بالعكس انا عنيد جدا. عندي اكتر من كده، يعني حتى لو انا بفكر في وقت من الاوقات ان انا استقيل، مش هستقيل عشان حد يقول استقيل، عشان حاجات 1 2 3 4 حاجات مرتبه منظمه، اختلاف وجهات، مش عشان المباراه. بالظبط. ماتش يا جماعه، عشان ده كمان دوريش ما استقالش 6-1. لا ومش عشان اللي هو المعلم بتاعك يا حسين يا لبيب، ورحمه ام حسين يا لبيب اللي ربيه. وبعدين احمد سليمان والواد عمل فيديو اعترف انك واخد منه عموله. تمام؟ قول لنا النادي اللي انت عملته في زايد ده بكام؟ اشتريته بكام؟ وانت هاني شكري مش انت بتاع برضه ابله فايته؟ قاعدوا بيتريقوا على الزمالك اللي دفعت الواد 450,000 جنيه. الواد ايمن حفظ رفعت قضيه وحجزت 850,000 يبقى على النادي الزمالك. وانا عامل انتخابات في مصر ضابط ماتشيه دي واحده الطبيعيه عشان النادي مش في وقت دلوقتي نعمل انتخابات وصراعات. عندي بطوله عربيه 6 مليون دولار، الان مسافره يوم 24، عندي كاس وعندي سوبر. وبعدين فيوتشر اللي كان يغلب الاهلي ولو قالوا جون كان يغلبه، اتغلب امبارح من بنك الاهلي اللي كان نازل. ها؟ ومين بقى ده؟ في مليونيرات. ومحمود الخطيب بملايين. محمود الخطيب ده لوحده عنده مليارات، ده عنده حضانات وعنده مدارس للتمرين وعنده كتير يعني، وعنده فلوس كتير يعني. ربنا يزيده. وبلاش بقى كل شويه انا عيان ورايح المانيا، يعني دايما اللي بيقول عيان عيان ربنا بيكفيه مره. بلاش يعني الواحد ما يقولش الا لما يكون عنده الم. تمام؟ ده راجل عنده الشركه الراعيه بتاعته مدياله 1,400,000، انا واخد 40,000 جنيه. وكان عندي 6 شركات جايبهم وقال لك استنى عشان احنا نتعاقد معاهم. وبعدين الشركات قال لك ايه؟ اتحجج، قال لك رئيس النادي اتحبس. يعني اذا حبس رئيس النادي ما بيجيبش وضع طبيعي. تمام؟ احنا عرفنا زهقنا بس ما بنمشيش. ودي على كده مش انا في معسول اهو وعامل فيديو لسياده المستشار اللي عزلني بوري للناس انه هتشوفوه ان نفس سياده المستشار لما اللائحه بتاعت النادي الاهلي قالت لعمرو فاروق مش ناجح واستبعد واللجنه القضائيه استبعدته والاهلي رفع قضيه ضد حضرتك، قلت ايه يا معالي المستشار؟ قلت الجمعيه العموميه ارادتها فوق اللائحه. انا عندي بقى قلت لا، اللائحه اسمها استرشاديه، هناخد بيها وما باخدش استرشاديه. تمام؟ قلت لا، اللائحه الاسترشاديه دي مالهاش لازمه فوق اراده الجمعيه العموميه.
تطبع. خلص الكلام. انا اكمل اللي انا كنت بقوله، مش عشان قله لا تعبر. جمهور نادي الزمالك ده محترم طبعا. وراسنا طبعا. اعضاء نادي الزمالك على فكره، انا جوه الاعضاء، انا جوه النادي، فمش الفئه الصغيره اللي بتبعت على هم مش قوي شتيمه ايه؟ لا الاول كان بيقول له انت يا ابن الرسول بالظبط. وبعدين انت ابوك ابراهيم لطيف وجدا حافظ على تاريخك، وبعدين قلبت بشتيمه. ليه بقى شتم الكل؟ انا في غنى ان انا اقولها، لان ما بحبش الجا طبعا للاحتفاظ بكل طرق القانونيه بده. هنرفع قضايا على كل العيال دي، الاعضاء جمال امي انا فوق، وخليك مختلط وخليك زموره. ها مش هم كل عيل قال كلمه فيها كذب وقله ادب مش هيتساب. وكل واحد عنده فيديو ماسك تليفون وشغال 24 ساعه قله ادب عشان الفلوس تجيله بالدولارات، هقفلهولك. انا ما عنديش مشكله انتقدني، الفلوس بتنتقدني وانا مش رئيس. طب انا لو رئيس كنت جيت ولعت فيا يا ابني. كسبنا الست قعد مقاولين، قلت ده معزول والبقال فاق. لما خسروا من النادي الاهلي لا، وسيبنا فيوتشر بعد ما كنت خسران 2 كسبت 3-2. قال لك لا 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 لا, لا مش هو مرتضى. لا لا لا, لا, لا اول ما تخسر يقول لك هاتوا هات امك، لان اللي هجيب امك. والكلام ده على مسؤوليتي. تاني بقوله على مسؤوليتي. ما دام قله الادب والكذب شغال 24 ساعه. وبعدين هو ادي ابن عم الواد طلع عمل فيديو وقال لك ده راح نام في التراب، مش عارف لما ابوه مات ولا مين مات، وركبه جن من السنه اللي فاتت. قال لك امام عاشور هيروح الاهلي، نفس ابن عمه. تمام. والراجل اللي اسمه علي سليمان بعت انا لليوم القاهره 24 عمل محور، قال لي ايوه بعت رسائل استاذ مرتضى بيعمل كده. انا منين ولا منين ولا منين ولا منين ولا منين؟ اللهم اكفيني شر اصدقائي. لا لا شر اصدقائي، اما اعدائي فانا كفيل بامهم. شكرا.